مفيش أي عزومة تنفع من غيره، ملك السفرة والعزومات. أهلا، أنا سارة، والنهاردة هنعمل مع بعض عرق الروستو، طبق العزومات بلا منازع. وهنعمل معاه صوص رائع نقدمه معاه، ومعاه كمان خضار مشوي أحلى من الروستو نفسه. يلا على طول نبدأ بالطريقة بتاعتنا. محتاجين اول حاجه عشان نعمل عرق الروستو، لو انتوا جبتوه كده جاهز وما كانش متربط حاولوا ربطوه كويس، يعني ظبطوا الشكل بتاعه شويه باي خيط يكون سميك شويه. انا ربطت على قد كده ما اعرف. ومحتاجين فصوص كامله من الثوم، زعتر، ويفضل يكون فريش، بس انا ما كانش عندي هنا الفريش فانا مستخدمه الزعتر المجفف. جزر، اي نوع خضار انتوا عندكم بتحبوه، يعني تخليهم قطعينه مكعبات كبيره قوي قوي. لو الجزر يكون صغير ممكن نضيفه كده كامل. بصل مقطعينه انصاص، لو عندنا كوسه كمان كامله ممكن نضيفها او نصين. والبطاطس كمان ممكن نقطعها نصين او 4/4 لو هي حجمها كبير. نبدا نعمل كده فتحات صغيره بالسكينه وندخل فيها فصوص الثوم بملح وبهارات وفلفل، والاعشاب المجففه زي ما اتفقنا او الاعشاب الفريش. ممكن اسيبها في التتبيله قبلها بيومين حتى كمان، او قبلها بيوم، او قبلها بكام ساعه. في طاسة على النار تكون سخنة جدا جدا، ضفت فيها حبة من الزيت وسبته كمان يسخن. اضيف العرق واخليه ياخد لون كده وتحميصه حلوه من كل مكان. ده هيقفل المسام بتاعته وهيقفل اي ميه تطلع منه. المهم يكون درجه الحراره عاليه قوي 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 عشان تحبس السوائل جواه، ويكون كمان طعمه حلو في النهايه، ما يكونش ناشف. هضيف معاه الخضار، وزي ما اتفقنا يكون مكعباته كبير شويه عشان يستحمل معانا التسويه. لو انتم مقطعين مكعبات صغيره فتضيفوه بعد كده او قبل ما يكون استوى بشويه، او يكون 3/4 سوا في النهايه. اضيف عليه حبه من الملح والفلفل والاعشاب على الخضار واقلب. هضيف ميه تكون سخنه، ممكن هنا تسووه على النار انكم تغطوا الصينيه كويس جدا مع تقليب المستمر على كل جانب، واضافه الميه بالتدريج لحد ما يكون استوى. او ممكن نغطيه كويس جدا ونحطه في الفرن على درجه حراره 200 لحد ما يكون استوى معانا. بصوا، ده بعد كده فاضل لها ساعه تقريبا انها تستوي. انا حطيت ورقتين 3 من اللورا، وهبدا بقى احط هنا البطاطس وابهرها بس بحبه من الملح عشان تبقى مبهره معايا. تمام كده من الكمون وخلاص، وادخلها الفرن تكمل سوا معايا. هنعرف ازاي ان هو استوى من غير ما ناخد منه قطعه كده وندوقها. ندخل فيه اي سكينه كور رفيعه او اعواد الشيش طاووق في النص كده ونطلعها. لو طلعت دم معانا يبقى لسه ما استويش، لو طلعت ميه فاضل له حبه ويكمل تسويه. لو ما طلعش اي حاجه يبقى كده خلاص هو مستوي عندنا تماما. ندخله تحت الشوايه ونقلبه لحد ما يكون خد لون من كل مكان. وفي نفس الصينيه بعد ما شلته من الصينيه ودخلته تحت الشوايه وشلت الخضار، فايده ان احنا نسويه على البوتاجاز، ضفت معلقتين كبار من الدقيق. انا بفضل ان انا اقلبه الاول على او ربع كوبايه من الميه بره، وبعد كده اضيفه هنا على السوائل. بس كان عندي سوائل هنا سبتها شويه تبرد عشان الروستو يستريح شويه قبل ما اقطعه، فضفت الدقيق هنا واختلط معايا بسرعه وما كتلش. اما لو عندكم الميه هنا او السوائل اللي موجوده هنا سخنه ما ينفعش نضيف عليها الدقيق، هيكتل معانا ومش هيطلع حلو. مع التقليب وهضيف معلقتين كبار من الصويا صوص او الورشستر، وممكن في النهايه نضربه كده بالهاند بلندر شويه او في الخلاط عشان يطلع معانا صوص سايل وناعم بدون اي تكتلات. وده شكل وجبتنا في النهايه. ونقطعه كده ونقدمه ومعاه الصوص ومعاه الخضار، والطبق الرئيسي في العزومه يكون جاهز. يا رب تكونوا استفدتوا منه، يا رب تكون عجبتكم وصفتنا. قابلكم باذن الله في فيديوهات وصفات جايه، وسلام عليكم.